هخليك تطلع توب 1 باي سلاح في يوم واحد بس، وهتخلي اصحابك ينبهروا بالحوار ده. كل اللي عليك انك تعمل اللي انا هقول لك في الفيديو ده، مبروك عليك التوب 1. وطبعا اهم حاجه يا جدعان انك تدوس لايك وتشترك في القناه وتعمل شير لاصحابك، لان انا بقالي اكتر من 3 شهور مش بنزل فيديوهات على اليوتيوب. صلى على النبي ويلا بينا. في واحد هنا اهو، الاول نوك، التاني متدمج، خد طبقه نوك. يا جدعان ايه المفاجأة دي؟ التالت مستخبي ورا البتاع دي. انا مش شايف اصلا. الدمج جامد، اهم حاجه التفنيش. انا جوه. سيبه خد دي. خد دي كمان، خد دي. ليه بقى؟ لان انا قاعد بدور. ازيكم يا اخواتي؟ والله وحشني. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، اداري وشي منكم ازاي. طيب انا ما بنزلش فيديوهات ليه؟ انا مش عارف، وكل مره اقول لكم هنزل فيها فيديوهات وما بنزلش برضه. اسكت يا اخي. بس انا الحمد لله ان شاء الله، يعني ان شاء الله يا جدعان هنزل فيديوهات الفتره الجايه كتير. انا بقى عايز منك حاجه واحده بس، انك تدوس على اللايك وتشترك في القناه وشير لاصحابك، كل الناس تعرف الطريقه. ما تبقاش بخيل يالا، ما تبقاش بخيل. انا بقول لك اسكت. طبعا يا جدعان زي ما انتم عارفين او شفتوا فيديوهات على التيك توك او لا انا مش عارف، المهم يعني انا كنت منزل كام فيديو على التيك توك ان انا طلعت توب 1 بالام 60 وشرحت للناس ازاي طلعت وكده. بس في حاجه ما قلت لهمش وهقولها لكم في اخر الفيديو ده. طبعا انا هقول لكم على 3 طرق ازاي تطلع بيهم توب 1 باي سلاح، والثلاث طرق بصراحه انا شايفهم اسهل من بعض. عايزك تركز معايا كده، كوبايه الشاي اللذيذه واتفرج للاخر. طبعا زي ما انتم عارفين ان اللعبه نزلت حاجه جديده في اللعبه، وهي جلوبال الاسلحه. ودي بصراحه حاجه عجبتني قوي في اللعبه، عشان يبقى في تحدي ما بين الناس ويطلعوا توب على بعض في الاسلحه. والجلوبال ده لكل بلد، مثلا انا مصر، انت مغربي، جزائري، اردني، على حسب الدوله اللي انت فيها. طب انا هقول لكم على شويه معلومات عشان بس الناس اللي مش فاهمه ازاي تطلع توب 1 وتعمل ايه عشان تطلع توب 1، وبعد كده هقول لك الثلاث طرق ازاي تطلع بسرعه. نبدا باول حاجه وهي النقاط اللي بتاخدها بعد كل جيم. طبعا بعد كل جيم بتاخد 100 نقطه. ازاي بقى تاخد ال 100 نقطه؟ طبعا اول ما تبدا الجيم بتنزل تاخد السلاح اللي انت عايز تطلع بيه توب وتقتل بيه 3 كيلات هيد شوت. لو هتجيب اصفر يعني هات لك 4 كيلات، هتلاقي نفسك بعد الجيم زايد 100 بس كده. ازاي بقى تطلع بسرعه؟ ده بقى اللي انا هكلمكم عليه. نخش بقى على اول طريقه. اول حاجه تبدا الجيم الرانكد عادي، تنزل المنطقه الزرقاء. هتيجي تقول لي ليه؟ اول حاجه فيها لوك كتير وفيها توكنات كتير، وممكن تلاقي السلاح اللي انت عايزه، مثلا زي الاوم، الام 60، الام بي 5، اي سلاح اللي انت عايزه. مثلا ما لقيتش السلاح بتاعي في المنطقه الزرقاء، اعمل ايه؟ اول حاجه لو ما لقيتش السلاح بتاعك هتلاقي توكنات، والتوكنات دي ممكن تفتح بيها الصندوق ده وتاخد منها اللوت اللي انت عايزه. اكيد هتلاقي سلاح، واول ما تلاقي سلاحك تقتل 3 هيد شوت او 4 او 5 هيد او 4 او 5 فيست، كده انت ضمنت 100 نقطه، وده الطبيعي اي حد يقدر يعمله. نخش بقى على الطريقه تانية وهو تلعب سولو. طبعا دي مفيش اسهل منها. اول حاجه بتنزل جيم السولو، تدور على السلاح بتاعك، تقتل لك بيه 3 وتموت نفسك، هكذا هتلاقيك بتزيد بسرعه قوي. نخش بقى على جليتش الصعود للتوب 1. طبعا ازاي تعمل الجليتش ده عشان تطلع بسرعه جامد؟ هو الجليتش ده محتاج حاجه واحده بس، محتاج 3 صحابك وتبقوا قاعدين مع بعض في ديسكورد وعاملين ديو وتبداوا مع بعض وتنزلوا منطقه زرقاء وتدوروا على السلاح اللي انتوا عايزين تطلعوا بيه توب 1، ويقتل واحد بعد كده يصحيه تاني، بعد كده يقتل الاتنين مع بعض. طبعا يا جدعان هو ده الجليتش اللي كان كل الناس بتدور عليه. لايك واشترك في القناه ومنشن لصاحبك او ابعت له لينك الفيديو ويشوف الطريقه. وعايزك تقول لي كده رايك في الكومنتات، لان والله العظيم رايك ده بيهمني اكتر من اي حاجه. بس كده يا جدعان، واشوفكم في فيديو جديد. لو انت عندك اقتراح لفيديو جديد ايه اكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله هعمل فيديو جديد من الكومنتات.